دوري عنده قبل موسمين. البرسا لعب الكل ما يلقاوش حل يوصلوها لديمبلي لانه الوحيد اللي واحد ضده، لكن ديمبلي اللي ما نجحش. غير رافينيا على الجهه اليمنى خرجوا، ما عطاش في رافينيا 10 و 15 دقيقه، خرج رافينيا ودخل فاتي اللي مازال فاتي ماهوش حاضر للمباراه هذه. انا بالنسبه لي انا خرج جافي، لانه جافي في الشوط الاول ما كانش موجود. المفروض اللاعب وسط الثاني يقرب اكثر ليفاندوفسكي، جافي ما شاهدناش. المفروض دخل كيسي دخلوا الا الدقيقه 80 او 85. سيرجيو روبرتو ما عندوش دور، حتى في الشوط الثاني سيرجيو روبرتو يمرر لديمبلي ويقف. شاهدنا في عديد شاهدنا جوارديولا كيفاش يلعبوا الاثنين على الخط، ولاعبين المدافعين يمشيوا. كانسيلو يمشي وسط ميدان، يمشي كمهاجم، يعمل تفوق العددي، يمشي باغت المدافع. سيرجيو روبرتو باقي يمرر، والا يمرر بوسكيتس، والا يمرر خلف، ولا دور. بقى الوحيد هو ديمبلي. المحاولات الكل كانت فاشله. ثم البرسا لما ما تلقاش حل تلعب الكرات الطويله، ولا كره طويله خذاوها البرسا، لكن ما ثماش لعب، ما ثماش وسط ميدان لفريق البرسا. ولهذا انا نقول هزيمه ماهيش مفاجاه، لان اولا المنظومه الدفاعيه الانتر شاهدنا نتاع كونتي قدموا مستوى جيد، صبروا، هناك صبر كبير. المرتدات كانت خطير الفريق، وكان قوي بدنيا. في لاعبين اليوم في البرسا ما لقاوش امكانيات. انا اعتقد ان التغييرات ما كانش، حتى شافي عايش المباراه وخرج من المباراه. لان انا نقول في الاول ما خرجش اللاعب رافينيا، تعطيه فرصه على الجهه اليمنى 10 15 دقيقه، دخل كيسي مكان جافي وتبقى تنتظر. بطبيعه الحال ممكن، لان اليوم اللي افسد البرسا لما ما لعبش على الاطراف، المدافعين ما صادوش، لا الونزو ولا سيرجيو روبرتو، خصوصا الونزو على الجهه اليسرى ما شداش كثير، وهذا ما خلى عطى فرصه للاعب الشاب بالدي. ولهذا البرسا اليوم لعبوا مكشوف، ولعبوا مكشوف لان المنظومه الدفاعيه ناجحه، لكن البرسا